عمرو محمد شوقي، طالب في الفرقه الثالثه قسم صحافه كليه اعلام. بعد ثوره 25 يناير قررنا ان احنا لازم نطهر البلد من كل فاسد وكل منافق وكل حرامي في اي مؤسسه. فانا كطالب كليه اعلام كنت ابص لقيت دكتور سامح عبد العزيز هو عميد الكليه. مين سامح عبد العزيز؟ سامح عبد العزيز احد اهم دعاة ومنافقي النظام السابق، احد اهم رموز الحزب الوطني، احد العمداء المعينين والكبار من الدوله. وبالتالي لو احنا بنتكلم عن تطوير البلد فده اول الناس اللي احنا محتاجين نطور البلد منه. قررنا ان احنا هنعمل وقفه احتجاجيه يوم 11 يوم 6 مارس يوم الاحد 6 مارس ضد دكتور سامح عبد العزيز. عملنا الوقفه لقينا رجلين العمال والموظفين يكتبوا باسمه يقولوا احنا عايزين سامح عبد العزيز. احنا لما لقينا ان نفس اساليب الحزب الوطني شغاله قلنا بس مش توقف تبقى اقساط وهنقعد هنا وهنبات هنا وهناكل هنا وهنشرب هنا كل حاجه. قعدنا من يوم 6 مارس لحد النهارده واحنا معتصمين. اثناء ده كان حصل احداث كتير جدا. لقينا دكتور سامي مثلا يخش محاضره مش بتاعته، بتاع الدكتور نبيل طلب، خرج له وخلى الدكتور سامي يدخل مكانه عشان يلعب في دماغ الطلاب ويتكلم عن موقفه ويحاول يأثر فيه. واستدعى الجيش وقال دول المؤيدين بتوعنا واللي تحت دول كلهم منتصر. نفس اساليب الحزب الوطني زي ما قال عننا في اول يوم 6 مارس، زي ما قال عننا ساعتها في الحياه اليوم، قال دول كلهم منتصر كانوا موجودين حوالي 30 طالب بس وباقي من درع له. برضه في اليوم ده قال للجيش دول الطلاب اللي هم معايا واللي تحت دول كلهم منتصر، مع انهم كانوا الناس داخلين يحضروا محاضره عاديين جدا. المهم ساعتها احنا طلعنا فوق عشان نساعد ضده، طلعنا فوق عشان نساعد ضده وقررنا ان احنا نفضل موجودين في الدور الثاني فوق لحد ما نقدم استقالته. ساعتها الطلاب اللي هم محايدين يفهموا ان احنا اولاد ادب بنتعدى الحدود ونقف دراسه في الكليه وما الى ذلك، مع ان الدكتور سامي هو اللي بيقف في الدراسه لان هو اللي دخل محرر مش بتاعته. فساعتها احنا نزلنا وقررنا ان احنا نساعد بطريقه مختلفه نكسب بقى تأييد الناس وتعاطفوا معانا في نفس الوقت يكون تصعيد. قررنا نضرب على الطعام، دخل 5 مننا 5 طلاب انا منهم اضراب مفتاح على الطعام اثنين رحيل سامح عبد العزيز. بقالنا من يوم الخميس لحد دلوقتي 4 ايام اهو ولم يتحرك احد ولم حتى المنظمات الحقوقيه اثرت معانا جامد. النهارده انضم لنا 5 مننا على المجتمع. اثرت مش يعني اثرت يعني تقصير تقصير اثرت في حقنا وما كانش حد بيجي يزورنا ولا حد يشوفنا ابدا. حتى عربيه السعف اللي قاعده معانا ساعات بتمشي وتيجي. انا المفروض مطعم الطعام يكون جنبه عربيه سعف مجهزه طول الوقت، وعربيه السعف اصلا مش مجهزه وناقصها محاليل وناقصها جلوكوز وناقصها جهاز كاس سكر وضغط والكلام ده. ما علينا. المهم النهارده انضم لنا 5 تانيين. النهارده كان يوم حاشد جدا. انضم لنا اعلاميين زي استاذنا نجلاء بدير صحفيه الدستور، زي جبل القرموطي، زي محمد صلاح. اعلاميين كتير جدا النهارده انضموا معانا وقفوا معانا ضد سامح عبد العزيز. وبرضه لم يحدث اي تحرك اطلاقا من دكتور سامح. فاحنا هنا هنكمل اضرابنا على الطعام ومستمرين لحين رحيله، بلاقي ان في تصريحات ثانيه بنفكر فيها نعملها وانا بقى بحذره ان هو لو ما مشيش بكرامته النهارده او بكره هيندم جدا جدا جدا. شيرين سعيد، موظفه في كليه اعلام في قسم الارشاد والتسجيل التابع لشؤون الطلاب. انا من المقتنعين جدا بالمطالب المشروعه واستكمال المطالب المشروعه اللي بدات يوم 25 يناير ومستمرين باذن الله في ثورتنا لحين استكمال جميع مطالب الثوره للحفاظ على الوطن. وما يمارس علي من قمع واضطهاد كان اخرها النهارده بتحويلي للتحقيق لن يثنيني عن هذا ولن يقلل من واستحاله هيقلل من عزيمتي، انما هيزود من اصراري. وما يحدث ما هو الا سيناريو مصغر للسيناريو اللي كان بيحصل وقت حسني مبارك ومن تلميذه دكتور سامي عبد العزيز. باختصار شديد. انا محمود عبد المنعم طالب في ثالثه صحافه كليه اعلام.
من المعتصمين هنا بقالنا 15 يوم، وبدات اضراب النهارده على الطعام. انضميت لزمايلي اللي هم اضربوا من يوم الخميس اللي فات. عاملين ده كله طبعا عشان العميد يستقيل، لان الصراحه هو اساء لنا كلنا كطلبه وكشباب مصر كله، اساء لنا، حتى اساء لشباب ثوره 25 يناير. لما يجي يقول ان يوم 25 يناير ان دول شباب مدفوعين باجندات خارجيه من سوريا ومش عارف منين يتاكد من الكلام ده، ويجي بعد الثوره يقول انها ثوره ظاهره. طب منين كنت بتقول كده من 10 ايام ومنين دلوقتي بتقول كده؟ ازاي يعني؟ الراجل ده دافع عن الحزب الوطني بكل ما الاعلام اداله من قوه، يعني دافع عن الحزب الوطني. كان دايما في مقالات احنا جبناها من جريده روزا اليوسف ونشرناها له وكل حاجه. اي حد بيقراها يعني بيصعب عليه ده يكون عميد كليه اعلام بعد الثوره حتى، يعني ما ينفعش يستمر عميد كليه اعلام بعد الثوره، بعد ما قعد يدافع عن احمد عز ويدافع عن احمد جمال مبارك ويدافع ويقول على صفوة الشريف ان هو رجل سياسه ورجل زغارات بتتعلم السياسه، وكانت كده بالنص زغارات بتتعلم السياسه امام صفوة الشريف. ازاي يعني؟ الراجل قال انتخابات مجلس الشعب، لو جبت دلوقتي رئيس المخلوع نفسه وقلت له انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت كانت نزيهه ولا مش نزيهه؟ يقول لي ما كانتش نزيهه. هو قال عليها خد فيها منتهى النزاهه والشفافيه وكل حاجه. قال على رئيس المخلوع ان هو ارسى قواعد الديمقراطيه، علمتنا الحياد. هو قال عليه كده. شوف كل الناس عارفه ايه عليه دلوقتي. قال على احمد عز ان هو رجل وطني بالدرجه الاولى، راجل بيفضل المصلحه العامه للمصلحه الشخصيه. منين ده؟ منين؟ ازاي يعني؟ بس احنا مضروبين ولحد دلوقتي. بدات التظاهر من امتى؟ بدانا نتظاهر يوم 6 مارس، من اول يوم في الدراسه بدانا نتظاهر ومعتصمين قدام الكليه ونبات قدام الكليه من يومها، والامن وحاولوا ان هم يفضوا الاقسام كذا مره، بس احنا رفضنا بكل قوه وقلنا لهم ما اللي انتوا عايزينه، احنا هنحمي نفسنا. خدونا من بلطجه وقالوا لنا ان في بلطجيه بيخشوا الجامعه، قلنا لهم هنحمي نفسنا. كان في بنات احيانا بيناموا معانا في الخيام، بيناموا في الخيام، احنا بنبقى قاعدين هنا وبيناموا في الخيام، واحنا نروح نحرس حوالين الجامعه كلها، نحرس قدام الكليه وحوالين ورا الكليه كمان بنحرسها عشان خايفين من اي حاجه. وفي الاخر يجوا يطلعوا علينا شائعات ويقولوا ان هم ان احنا بننام معاهم في الخيام وان احنا بنشرب حشيش على السلالم بالليل. من ازاي يعني؟ منين الكلام ده؟ فين اللي يثبت ده؟ عمرنا ما عملنا كده والله. بس احنا عايزين بس نوصل صوتنا، عايزين الناس تحس بينا. احنا بقالنا 15 يوم هنا، الناس كل يوم والله بنتعذب ما بنعرفش ننام. بقالنا 15 يوم واقفين في الشمس طول النهار. زمايلي بدأوا اضراب بقالهم 4 ايام ما اكلوش، واحنا بدأنا معاهم النهارده. يعني ايه اقعد 4 ايام و5 ايام ما اكلش ومحدش يسأل فيا؟ ليه يعني؟ عشان مين ده كله؟ عشان واحد دافع عن الحزب الوطني اللي سرق البلد؟ ليه؟ اما النهارده الحمد لله كان يوم حاشد، كانوا كل معظم يعني معانا خريجين الكليه جابوا يافطه علقوها قالوا ان هم بيقولوا له اطلع بره، خريجين الكليه نفسهم مع الطلبه وانضموا للطلبه، والاعداد كانت مهوله النهارده. ومفيش برضه مفيش اي استجابه. عايزين استجابات يا جماعه، ما ينفعش كده والله. ما ينفعش ان انا افضل نايم كده ما حدش يسال فيا. لحد امتى هفضل مضرب عن الطعام؟ وانا مش وصدقني والله العظيم ما هناكل غير لما يمشي. خلاص هي كده، احنا بندافع عن مبدا، احنا مش ضد مصلحه شخصيه ولا اي حاجه. احنا ما فيش اي حاجه بيننا وبين الراجل ده غير المصلحه العامه. المصلحه العامه تقتضي ان هو يمشي، يبقى لازم يمشي. بس انا ضربت عن الطعام لحد ما يمشي، ما مشيش انا مضرب عن الطعام ان شاء الله حتى موت. انا بدافع عن مبدا، مش همشي غير لما يمشي.